حياكم الله من جديد في اليوم السابع الذي نستضيف فيه النائب والزميل سابقا، الزميل العزيز سابقا فيصل الدويصار. مساك الله بالخير محمد ورفاقي. خير. انا عندي انتقاد بس على عنوان البرنامج. واليوم السابع معروف انه يوم السبت، صح، ولذلك بالفارسيه يسمى هفته اي السابع. لكن انت كان السابع عندكم الاربعاء. كان السبت وكان ورع عبد الوهاب العيسى. نعم. فصارت جرعه سياسيه وايد قويه فانتقلنا واخذت الاسم معي. نعم الان تفهمت. ومحمد قبل الفاصل كنا نتكلم عن التشيع وشون وصلنا قصه المهدي، فقلت انه ما في كتابات زياده. نعم انا اسالك سؤال، هم يعني امر المهدي امر غيبي وهذا المتوفر، من يبون الحكي يعني؟ لا هو يعني وجدت انا في مصادر اهل السنه والجماعه مثل الشيخ الله يحفظه جاسم هلهل عمل رساله الماجستير مالته على موضوع كتاب المتقي الهندي في كتاب البيان في مهدي اخر الزمان. رساله ماجستير رائعه راقيه جدا، انا قراتها بالكامل فوجدت ان كثير من الاحاديث غريبة عجيبة لا يتبناها أهل السنة، والمتقي الهندي سني وموجودة في كتابه، لكن الكتابات الحديثة للأسف تنأى يعني تتعمد تغييب المهدي بهذه الطريقة. لا أعرف لأن الخط الأموي لا مؤيدين ما زال إلى اليوم، فيريد أن يبعد كل ما هو من شأنه جميل وينسب لأهل البيت. وأنت عارف أن المهدي المنتظر هو يعني رجل من ولد فاطمة، وحتى أن بعض الكتاب الذين يعني تشم من رائحة كتاباتهم رائحة البغض لأهل البيت يقول لك لا هو مو من ولد الحسين، يعني جعلها قضية كبيرة، هو من ولد الحسن، هو تشلون يبغى هو من ولد فاطمة. طيب أولاد فاطمة من وين؟ يا أما من الحسن أو الحسين، مو مشكلة ولد الحسن أو ولد الحسين، المهم من أهل البيت. فحتى يعني تصور الخلافات الصغيرة من الحسن أم الحسين يتعمدون جعل من الحسن، يعني حتى أنت عارف يبعدون عن خط الإمامة الذي جاء. تعتقد أن في أمويين في الكويت لليوم يأيدون الدولة الأموية كذي يعني؟ نعم. تعتقد؟ نعم. التأييد يعني مثلا الوزير الأسبق عبد الوهاب عبد الهادي الصالح وزع كتاب افتكر الصحيفة السجادية وفيها الدعاء على بني أمية. شوف كم واحد انتفض للدفاع عن بني أمية. طيب بني أمية ما فيهم صحابي إلا واحد يمكن معاوية بن أبي سفيان هو أول، والبقية ليسوا من الصحابة، فعلى أي أساس أنت يعني تدافع عن بني أمية؟ وزير يوزع كتب وكذي هذه تقبلها أبو محمد؟ خلى الاعتراض ما كان على وزير يوزع كتب، الاعتراض كان على الدعاء على بني أمية. فأعتقد أن الخط الأموي موجود وبقوة وهناك من يسعى. وعلى فكرة بنو العباس ورثوا الخط الأموي في العداء لأهل البيت، والأيوبيون كذلك ورثوا الخط الأموي، وما زال الخط الأموي للأسف يعني مزروعا بيننا إلى اليوم، وإن كان أصحابه لا يفتخرون ببني أمية، إلا أن الدفاع عن يزيد بن معاوية بهذه الطريقة القوية والفخر بيوم مقتل الحسين دليل على أمويتهم. هذا يفتخر في مقتل الحسين. شوف مركز وذكر عندما يقول هذا محاورنا بعد إن يوم مقتل الحسين يوم عاشوراء هو يوم فرح. ابن تيمية وابن عثيمين في موقع الإلكتروني له يقول إن الفرح في يوم عاشوراء من البدع. ابن عثيمين في الوقت الحالي وابن تيمية في الوقت السابق، فتوتين موجودين جاهزين أنا اطلعت عليهم. طيب إذا كان ابن تيمية يقول هو بدعة الذي يفرح بيوم عاشوراء، وبدعة مقابل بدعة الرافضة، هو مو قاعد يمدح الآن الشيعة، وأيضا لا يعني ضغط على الشيعة، ولكن يقول أيضا هؤلاء نواصب وهؤلاء رافضة، هؤلاء غير ممدوحين يقصد الرافضة بحزنهم على الحسين، وهؤلاء غير ممدوحين بفرحهم على الحسين. هذا هو موقف معظم أهل السنة والجماعة. عندما ينبري شخص ويقول أن هذا يوم فرح ويتداعى له 100 شخص بالتأييد، هؤلاء أكيد بقايا من بقايا بني أمية. 100 من عدد الكويت جنبه محمد، 100 شخص من الكتاب يؤيدون مركز وذكر، وانتفض له أكثر من نائب. هذا يدل دلالة واضحة على أن الخط الأموي موجود باقي بيننا. أليس من الأفضل أن يقول كل الكويتيين على اختلاف مشاربهم لفؤاد الرفاعي صاحب مركز وذكر انك اخطأت بهذا الشأن؟ انا قلت له اخطأت انك حطيت هذا اليوم يوم فرح، احنا معاك، لكن هل يستحق فؤاد اليوم وحاطها بالمطوية باللون الأحمر؟ ماشي، باللون الأحمر، يعني كأنه يقول رغم أنوف الشيعة هو يوم يستحق فرح. فؤاد اللي انت تعرف عدل ان يصير عليه حشد في رميثية وخلينا نروح متشهين بالسواد؟ شوف فؤاد إنسان بسيط زاهد، يعني أنا زاملته في رحلة من رحلات الحج، رحلة